بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة الدكتورة نوال أبو شادي، أستاذ ورئيس قسم أمراض المخ والأعصاب بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة. الحقيقة أنا بكمل الكلام عن الموضوع الشيق الرفلكسولوجي اللي تم فهمنا له بعمق وبتبحر كبير من الأستاذ الفاضل سعد فاروق. الأستاذ سعد الحقيقة تقريبا بقى عضو عامل هنا فعال في الكلية، دايما معانا وبيشاركنا المناقشات العلمية البناءة في موضوع الرفلكسولوجي وموضوعات أخرى مهمة ومفيدة للمرضى بتوعنا اللي احنا بنتعامل معاهم. والحقيقة موضوع الرفلكسولوجي ده موضوع هام ولقيته شيق جدا ومفيد للمرضى، واحنا كنا يعني بننوه عنه بس مش بالعمق والتبحر اللي انا سمعته من الأستاذ سعد فاروق. وحبيت ان انا يطبق عليا شخصيا عشان احس بيه واحس بالفوائد بتاعته اللي هي في الام، في وجع، في صداع، في المعده، في الدوره الدمويه. فالحقيقه دكتور سعد تفضل وتم شرح بعض النقاط في الرفلكسولوجي وعمل تقييم للحاله، عمل تشخيص وتقييم لحالات معينة عن طريق بطن الرجل، وادانا التشخيص. وفعلا بعض المشاكل كانت بتبقى متواجدة في هذا التشخيص فعلا وكنا بنحس بيها، وبدأ يحط لنا ايه النقاط الهامة لعلاج المشاكل دي، وبدأنا بدأ يطبق لنا الرفلكسولوجي ده على بطن الرجل لبعض الأشخاص هنا في الكلية في القسم عندي، وعلى نفسي شخصيا الحقيقة حبيت أحس عشان لما أجي أشرح لزمايلي أو الطلبة بتوعي أبقى بشرح بفهم وبثقة في نفسي وأنا بشرح الموضوع ده. وفعلا لما تطبق عليا حسيت ان في تغيرات فعلا، الدوره الدمويه بحس انها بتتحسن، بيجري الدم في رجلي وبحس بجريان في الشرايين، جريان الدم في الشريان، خفقان القلب بتاعي اثناء تأدية الاستاذ سعد للرفلكسولوجي على القدم، بطن القدم. حسيت بالدوره الدمويه بتجري وبتنشط، وخفقان القلب زي ما يقول الدم بيضخ في القلب اكتر واقوى، حركات كده في المعده جايه كانها ريفلكسز، انعكاسات عصبيه او انعكاسات معديه بحس بيها. وفعلا في القدم برضو حسيت ان الدوره الدمويه بتنشط، والالم نتيجه البريشر بتاع للرفلكسولوجي في مناطق الالم اللي في بطن الرجل بدات احس بيها. وبالوقت وبالزيوت اللي بتتحط في فتره الرفلكسولوجي الالم ده حسيت انه بيروح بالتدريج. لما باجي اقف بعد نهايه الجلسه حسيت بالحاجات دي، واثناء الجلسه كنت بحس بتحسن في الدوره الدمويه وتغيرات فعلا في العضو الداخلي اللي جوه الجسم في نتيجه تطبيق الرفلكسولوجي عمليا علي انا شخصيا. وانا بحيي الاستاذ سعد وبشكره جدا جدا على طولة باله ومرونته في العمل وجديته في الشغل والزيوت الجميله العديده اللي هو بيستخدمها في العلاج. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام.